تعرف تشتغل ايه؟ انا سينيور اتش ار الاتش ار ده بيعمل ايه؟ الاتش ار ده هو اللي بيدور على كل المتطلبات بتاعت الوظيفه، تشوف مين احسن حد ينفع يشتغل في الوظيفه، وبعدين بعدها اشتغلت سنه، وبعدين بعدها اشتغلت سنه في مجالات مختلفه، وبعدين بعدها عملت الدبلومه، وفي نفس الوقت من الدبلومه اشتغلت اتش ار على طول، ومن بعدها بقى كملت. ايه ده ما شاء الله. 7 سنين. ايه ده ما شاء الله. انت اساسا ليه علاقه بدراستك؟ لا، انا خريجة ألسن. الميجر بتاعي كان لغات، وانا درست انجليزي، وبعدين بعد ما اتخرجت انا حسيت انه اكتر حاجه لاقيه على شخصيتي اكتر هي الاتش ار، فاي شفت ماي كارير، عملت دبلومه اتش ار كانت اخدتها في جامعه الجامعه، ودي كانت دبلومه هي اللي عرفتني يعني ايه اتش ار، بيعملوا ايه، بيشتغلوا. بيبقى في شروط معينه للدبلومه دي يعني؟ بص، عشان عندنا حاجتين، عندنا كورس اتش ار وعندنا دبلومه اتش ار. الكورس اتش ار ده حاجه ممكن احنا بناخدها، او الدبلومه دي حاجه ادفانس، عشان لو احنا حد عايز يشتغل بيها الدبلومه لازم نبقى متخرجين، لازم يبقى التقدير بتاعنا يعني لما انا دخلت كان جيد فيما فوق، وكان ليهم كمان شرط ان انت لازم تخليني ادرس انجلش بليفل معين عشان الدراسه بتاعتي كلها كانت بتنين. بالدبلومه اصلا اخدت وقت قد ايه؟ الدبلومه عشان تبقى دبلومه وناخد شهاده من المجلس الاعلى للجامعات لازم يكون مدتها سنه، هو ده اللي انا عملته. بتقدمي ازاي، او يعني الموضوع كان سهل؟ في الدبلومه بيبداوا يعلموا الناس، لان انت بتبداي تعرفي ازاي تعملي السي بتاعك، ايه بالظبط الحاجات اللي تقدري تشتغليها. كمان بتبداي تعرفي الانتري ليفل، اللي هو حاجات بتبقى مش محتاجه خبره كبيره وتقدري تتعلمي منها، وبعدين بعدها تقدري ان انت تروحي لحاجات تبقى اعلى بخبره اكبر. فابتديت اقدم من امتى؟ ابتديت بصي، الدبلومه بتاعتي كانت سنه، ابتديت اقدم من بعد 9 شهور. طب ما لقيتيش صعوبه يعني ان هم عايزين حد يبقى خريج بزنس او يبقى خريج؟ لا خالص، انا زي ما قلت لك انا خريجه ميجر مختلف خالص، انا خريجه لغات، فما كانش في اي صعوبه، لانه انا كنت عامله الدبلومه ايه اللي مطلوب يبقى اتش ار، يبقى عنده كوميونيكيشن سكيلز قويه جدا، عنده كمان كريتيكال ثينكينج، يعني حد بيعرف يحل، عشان زي ما قلت لك انا بشوف ناس كتيره قوي، بس انا اللي باخد قرار انه مين اكتر حد يقدر يشتغل البوزيشن ده ويطلع احسن اوتكم. فلازم يبقى حد بيعرف يفكر كويس، ياخد قرار، سيشن ميكر، لازم يبقى بروبلم سولفر، عشان لو مشاكل كتير قوي 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 ممكن تقابله وهو بيتعامل مع الناس. ممكن تقول لنا طيب افريج السالري لاتش ار لو حد لسه هيبدا في المجال؟ لو احنا فريش جراد ولسه بنبدا خالص، فاحنا we can start from 7 to 8 which is convenient، عشان بقى ده الماركت برايس طبيعي لاي انتري ليفل. بس لو بنتكلم على هيد كاونت اكبر، او شركه مالتي ناشونال، او يعني سكيل اكبر شويه، لا احنا we can start from 10. ده لو احنا فريش. لو في حد قبلكم بوزيشن اقل من 7K ممكن يشتغل بس بتبقى صغيره قوي، بتضيف له هيبقى في ديفلوبمنت ليه هو اللي بيها. لو هو اشتغل البوزيشن ده for almost 1 year يقدر يقضي سكيل بعدها، وبعدين يقدر يروح لمكان تاني. ايه الحاجات اللي ما يقبلش باقل منها او ما يقبلش بيها في التاسك؟ انه ما يبقاش بيعمل كل حاجه، لانه مفيش حد بيعمل كل حاجه. الدايفرستي مهمه، بس بعدين لما ابقى على الاقل عندي كارير باث، لازم الاول عندي كارير باث، لازم ابقى مركزه في التراك بتاعي الاول، اخد منه كل الانفورميشن، بلاش تتعلموا كل حاجه، محدش بيقدر يتعلم كل حاجه، لازم نبقى بنتعلم حاجات محدده قوي مش شاطرين فيها قوي. شكرا.